دي رسالة لجون إدوارد بعد الهزيمة امبارح أمام الأهلي في الماتش الغريب اللي كان المدرب فيه للأسف مش قادر إن هو يجاري مجريات اللعب، وما عملش أي حاجة تدل على إنه كوتش بيقرا اللعب من بره وبيقدر يغير في مجريات اللعب، ولو اتضغط عليه يقدر يتصرف إزاي والكلام ده كله قلناه في الفيديو اللي فات وبالتفصيل. اللي حاصل النهارده ان المفروض الشعب الزملكاوي زي ما بيقولوا كله مصمم على ان الفشل في الماتش كان بسبب المدرب، وان هو مدرب ما عندوش خبرات. عنده لعيبه كتير كويسه يقدر يعمل منها فريق شرس، عنده معدل الاعمار بتاعه صغير. لازم كان يستغل الوضع دوت ويبتدي يضغط على الاهلي ضغط عالي ويهرب بزيرة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. لو حابين تشوفوا التفاصيل بتاعته ممكن ترجعوا للفيديو اللي فات. آه، المهم ان يانيك فريرا طبعا زي ما شفنا كلنا وقدرنا نحكم عليه ان هو مدرب ضعيف فنيا. فجون ادوارد المفروض دلوقتي القرار في ايده هو، حتى مجلس الاداره ما يملكش ان هو يمشي فريرا. طيب ايه الحل؟ الحل دلوقتي مفيش حل حاجه عندك، يعني ازيد من حلين، ايه هما؟ يا اما هتبقى عليه طبعا يا اما هتمشيه. طيب الفكرة اللي عند جون إدوارد هو اللي بيبحث عن الاستقرار، عشان الاستقرار بيدي حفظ للعيبة وبيدي حفظ للمدرب في إمكانيات لعيبته، يبتدي يغير فيهم والكلام ده كله. حلو جدا، أنا معاك تماما إن أنت طبعا لازم تعمل ده للاستقرار وتخلي المدرب بتاعك يبقى فعلا ثابت والكلام ده كله. بس هل أنت شفت أمارة من المدرب دوت غير إنه بيثبت تشكيل فقط؟ هو بيثبت تشكيل بس، انما بعد كده اي حاجه بتحصل داخل الماتش ما بيعرفش يقراها. المشاكل اللي بتحصل وبتيجي بسببها الاجوان متكرره وما بيعدلهاش او بيقدر يعمل حل ليها. طب ده كده كوتش المفروض ان هو هيطور اللعيبه اذا كان هو نفسه مش قادر يتطور، او مش قادر يجاري مجريات الدوري اللي هو بيلعب فيه ويفهم ويبتدي يعرف ايه الاخطاء اللي عند فرقته ويتلافاها ازاي. حاجات بسيطة جدا ممكن يعملها جوه الملعب تقدر تخلي شكله معقول، مش هنقول ان هو شكله يبقى واو او ممتاز، بس تخلي شكله معقول. الفكرة كلها ان هو حتى ما بيعملش الحاجات البسيطة دي. فانت كابتن جون او جون ادوارد، انت لو فضلت مصمم على تجربة لازم تتحمل انت كمان معاها، زي ما انت صممت عليه تتحمل نجاحها او فشلها. لو نجاحها طبعا هنشيلك على الراس، بقى ان مفيش اي بوادر عن ان انت تنجح مع مدرب بالشخصية دي او بالشكل ده. لو فشلت يبقى للأسف آه تجربتك اللي المفروض احنا كلنا كشعب زملكاوي بنحاول ندعمها، وشفنا قد ايه انت عملت حاجات كويسة ومش هنقدر نقول غير كده. بس بدل ما تحط كريزة على التورتة هتحط شوية تراب بسبب تمسكك بالمدرب ده. حرام ان انت تضيع مجهودك ومجهود كبير هيبقى فيه سنة كاملة. مدرب زي ده لو لاعب اي فرقه في الكونفدراليه اللي احنا المفروض داخلين فيها تقيله شويه، برضه هيفضل واقف عاجز ويتفرج على الماتش زينا زيه، ومش هيقدر يتدخل عشان يخلي اللعيبه تقدر تعمل شغل كويس داخل الملعب وتقدر تتفادى الاخطاء. فانت دلوقتي بتجازف بالموسم ده دلوقتي بعد الهزيمه دي. لو بيراميدز والاهلي كسبوا ماتشاتهم هتبقى انت الثالث. يا عالم الكونفدراليه انت داخل فيها مش ضامن برضه بالشكل ده. مش بنهد المعبد والله، بس احنا بنشوف الامراض الفنيه. لما انت تتمسك بيه لازم تتحمل كل حاجه داخل قرارك ده، سواء بالنجاح او الاخفاق. فلو سمحت فكر كويس جدا، مش عايزين نضغط عليك في توقف كبير جدا جاي في الدوري، عشان المنتخب سواء افريقيا او المنتخب في بطوله العرب، غير التوقف الدولي اللي جاي كمان في تصفيات كأس العالم. خد وقتك بالراحة، اهدى. حاول لو انت هتخلي الراجل يكمل تتكلم معاه تقول له الأخطاء دي، تقول له كمان ايه الأفكار اللي الناس بتطرحها عشان حل الأفكار دي، عشان يمكن هو يكون ما عندوش الوعي ده ويكون عنده تفكير مثلا هو متعند فيه، أو مدرب من أنواع العنادية اللي لازم يتمسك برأيه والكلام ده كله.
ممكن لان في انواع كتير من المدربين بتعمل الشغل دوت بالشكل ده، والدليل ان هو عنده تعنت فعلا، انه كل واحد بيتخانق معاه من اللعيبه بيطلعه بره ال 18 حتى، وبيطلعه بقى بره الدنيا كلها. وعنده مشاكل كتير مع اللعيبه دايما، نقروا من نقرهم، تحس ان هو سنه قريب منهم، فتحس ان هو مش قادر يحتويهم. مشكلة سيف الجزيري، مشكلة شيكو بانزا، المشاكل اللي بتطرأ على الشكل دوت من اللعب بيطلعوا بره حساباته تماما، وبيشوف بيعاقبه. العقاب مش سيء، دايما العقاب بيكون كويس، مفيش مشكلة انه يعاقب، بس الفكرة كلها ان انت تعاقب وتعمل حساب برضو بكرة ان انت هتحتاج اللعيب دوت في يوم من الايام، عاقبه فنيا وماديا، بس لما تحتاجه تلاقيه، لان ده اصل، ده اللاعب ده اصل من اصول نادي الزمالك، هو مش بتاعك انت شخصيا بتحطه في جيبك وتاخده تروح بيه، فحرام. فالمدرب لازم يكون فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه، وبيعمل استراتيجية في التعامل مع اللاعبين، ويساعده في ده مدير الكورة كابتن ناصر محمد، عشان يبتدي يدخله جوه الأجواء، ويبتدي يحمي اللعيبة منه، اللعيب وهو نفسه يحميه من اللعيبة، وما يخليش دايما في احتكاك مباشر إلا في التدريب، بشكل يكون فني فقط، فني فقط. وطبعا مش هنسى ان انا اقول على مجلس الاداره، اللي المفروض ان هو يوفر الادوات الخاصه بجون ادوارد عشان يشتغل، زي الادوات الماليه والشغل ترتيب الامور الماليه للاعبين ودفع مستحقاتهم والكلام ده كله دوت. المفروض اصلا جون ادوارد ما يكونش ليه دخل بيه، واكيد مليون في المية مأثر على اللعيبة ومأثر على شكلهم داخل الملعب، بس في نفس الوقت هم يعني احنا ما كناش منتظرين كده منهم في ماتش زي الاهلي والزمالك، عارفين ان هم كانوا رجاله الفتره اللي فاتت ومستحملين ان هم ما خدوش مستحقاتهم والكلام ده كله، كانت تكمل امبارح على الاقل خلاص ما تخسرش، يعني لو كانت برضو تعادل ما كانش هيبقى فيه مشكله قوي زي ما هو حاصل دلوقتي. فالمفروض اللعيبه دي تاخد مستحقاتها، ومجلس الاداره يعمل اللي عليه عشان لما يطلب نتائج يبقى هو عمل اوريدي المعطيات اللي عليه. يعني انت طيب اي حاجه في الدنيا بتدي معطيات تاخد قصادها نتائج، ما اديتش المعطيات ما تطلبش حاجه من حد، خلاص. ده في كل حاجه وفي اي مجال في الدنيا. فانت يا مجلس اداره لازم تبقى حذر جدا في الفتره اللي جايه دي، تشوف بقى هتتصرف ازاي، سواء ارض اكتوبر، سواء ان انت تعمل مدخلات ماليه باي شكل من الاشكال، ان انت تحاول تشوف رجال الاعمال هيتصرفوا ازاي، ممكن تطلع فلوس منهم مثلا، بس ما يكونش بشكل مستفز للعيبه، يعني ما يطلعش فلوس للعيبه واللعيبه لا، عشان اصل انا بحب ده وبكره ده والكلام الفارغ ده اللي بيشتت ما بيجمعش. فاحنا المفروض كلاعيبه زمالك احنا بنشكركم مهما حصل، اللعيبه عملت اللي عليها امبارح، المدرب هو اللي ما ساعدهمش للاسف. هننتظر منكم ان شاء الله ان انتم الفتره الجايه تبقوا رجاله وهتاخدوا مستحقاتكم ان شاء الله وربنا يسهل. وجون ادوارد لو سمحت ركز مع المدرب، ده شغلتك انت، ان انت تركز مع المدرب جدا جدا جدا، وتطرح له كل وجهات النظر الفنيه وكل الحاجات اللي بتتقال عليه، وكل تفصيله توصلها له بشكل فني، تقعد مع التحليل الفني بتاعك وتقول لهم المشاكل 1 2 3، والمجتمع المصري والمحللين المصريين بيقولوا ان هي دي المشاكل، لازم يكون في حل ليها بطريقه 1 بطريقه 2 بطريقه 3، ويطرح عليك هو نفسه الحلول، وتبتدي انت تقتنع باللي هو هيعمله ده، وتبتدي تشوف تنفيذ على ارض الملعب. غير كده انت تعرف على طول المدرب ده عينه دي ومش هينفذ اللي انت قلت. لو انت عايز تعمل كده اعمل كده وشوف هينفذ ولا لا، لو ما نفذش اعرف على طول ان الراجل ده هيفشل وهيفشلك معاه. طالما انت اتكلمت معاه وفهمته وما عملش، يبقى انسى ان هو هيعمل حاجه غير اللي هو مقتنع بيها، واللي هو مقتنع بيه للاسف ما بياكلش عيش. اهو جايبنا ورا، نتعادل مع المقاولين، بنتعادل مع الجونه، بنخسر من وادي دجله، حرام. النقط دي لو كانت متجمعه حتى لو خسرت امبارح انت اول دوري مستريح. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه دي نكون على يعني اكمل وجه، ونحاول ان احنا نلم شتات نفسنا كده، والتوقفات الدوليه اللي جايه دي باذن الله برضو تفرق معانا، تفرق مع المدرب لو هو مكمل، او انا اتمنى ان هو ما يكملش ويكون في مدرب عارف قدرات اللعيبه،
سواء اجنبي او مصري ما يهمنيش. بس اهم حاجه يكون مدرب عنده جرأة وعنده قدره قبل ما تتعاقد معاه ان انت تشوفه وهو بيكاتشن على الماتش، مش مدرب اكاديمي. بيعرف يعمل تغييرات، بيقرا الملعب صح، بينزل تغييرات صح، بيقدر يغير شكل الملعب وهو حتى من غير تغييرات يقلب طريقه اللعب داخل الماتش نفسه والكلام ده كله. لو انت قدرت تعثر على واحد زي ده يبقى المشروع بتاعك هينجح، لان انت ماشي بصح في كل الخطوات. والكريزه اللي اتقلب التراب على التورته هي دي اللي هتفشل الموضوع. يا رب يا رب يا رب الزمالك ان شاء الله يواصل نجاحاته خلال الفتره الجايه، والسنه دي تكون فعلا سنه تاهيل لما هو قادم، وان احنا نبقى فرقه كبيره ونبقى فرقه شرسه. ونحاول في يناير والانتقالات الجايه ان احنا باذن الله نجيب لعيبه في الاماكن الناقصانا زي الجناح الشمال، زي مثلا باك يمين تاني، لان واضح ان بارون اوتشينج دوت مش مقنع، حتى ما بيدخلش ال 18. فالموضوع صعب جدا عمر جابر يكمل بسنه دوت، هو وعبد الله السعيد كل الماتشات 90 دقيقه في الدوري كله. حرام حرام حرام. فنيا احنا خسرنا الماتش بسبب يانيك فريرا. الاهلي كسب بالصدفه عشان طاهر اتصاب، ده حرفيا، ده حرفيا. الاهلي ما كانش عامل هجمه واحده صدها حتى محمد صبحي قبل ما ينزل حسين الشحات. وضربه الجزاء برضو يعني كانت رعونه من بنتايج. فما يعتبرش الاهلي عمل ماتش كبير على الزمالك، كان كله نقل 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 من بره المنطقه لغايه ما حصل اصابه طاهر ونزل بالصدفه. كابتن يعني عماد النحاس اصلا ما كانش عامل حسابه ان هو هينزل حسين الشحات. والاصابات خدمت في الماتش وودت الماتش للطريق ده. الحمد لله على كل حال. نبتدي بقى من الاول ونركز في طريقنا وان شاء الله اللي جاي